غدا أفريقيا على موعد حاسم في مباريات الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي البيأهل إلى نهائيات كأس العالم. 4 منتخبات بأسماء مختلفة، ولكن الحلم واحد اللي هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. المباراة دي ستجمع ما بين منتخب الجابون ومنتخب نيجيريا، ومنتخب الكونغو الديمقراطية ضد منتخب الكاميرون. قبل ما نخوض في تفاصيل المباريات دي، طبعا النظام السابق بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان عبارة عن دور تمهيدي ودور مجموعات ودور فاصل. في دور المجموعات اللي بيكون فيه 40 منتخب بيتم تقسيمه إلى 10 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخب بتلعب مباريات ذهاب وإياب. بيتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور الفاصل. في الدور الفاصل بيتم اختيار كل منتخب من مجموعة يلعب ضد منتخب آخر من المجموعة الثانية مباراة ذهاب وإياب. ال5 منتخبات اللي بتفوز اللي تتأهل مباشرة إلى نهايات كأس العالم. ده في النظام السابق. أما في النظام الجديد، بعد ما تم زيادة المنتخبات اللي بتشارك في كأس العالم من النسخة القادمة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبح النظام الجديد 54 منتخب بيتم تقسيمها إلى 9 مجموعات، في كل مجموعة بيكون فيها 6 منتخب بتلعب مباريات ذهاب وإياب. كل منتخب بيلعب 10 مباريات، 5 في ملعبه و5 خارج ملعبه. بيتأهل مباشرة الأول من كل مجموعة إلى نهاية كأس العالم. طبعا أفريقيا بيكون عندها 9 مقاعد دي مباشرة. بيتأهل الأول من كل مجموعة. فحاليا المنتخبات التي تأهلت هي منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وكوت ديفوار والسنغال وجنوب أفريقيا غانا والرأس الأخضر، اللي هي تعتبر لأول مرة تتأهل إلى نهاية كأس العالم. بعد ذلك يكون الملحق، اللي هو بيتم اختيار أفضل 4 ثواني من دور المجموعات. حاليا الأفضل 4 ثواني هي منتخبات الجابون عنده 25 نقطة، منتخب الكاميرون عنده 19 نقطة، ونيجيريا 17 نقطة، ومنتخب الكونغو الديمقراطية عنده 22 نقطة. هذه المنتخبات الأربعة ستلعب بطولة مصغرة عبارة عن نصف نهائي ونهائي. كل منتخب بيواجه منتخب آخر في مباراة واحدة فاصلة. المنتخبين اللي بيفوزوا في الدور نصف النهائي بيلعبوا مباراة نهائية فيما بينهم. المنتخب اللي بيفوز في المباراة النهائية بيتأهل إلى الملحق العالمي.